لاحظناه، وسنلتقي بعد قليل مع أحد الإخوة المواطنين ليحدثنا عن موضوع الترافيك لايت، الأضوية المرورية الموجودة في شارع 14 رمضان. مرحبا أخونا. أهلا وسهلا. ممكن يتحدثنا عن موضوع الترافيك لايت اللي موجود في هذا الشارع؟ هذا خلوه قبل 3 سنين، الشارع هذا كان قبل عادي، مثل ما يقول ماكو ترافيك لايت ببغداد، مستحيل. فسووا شارع عشان حديث ودا يخلون ترافيك لايتات، فخلوه ترافيك لايتات في سبيل حتى لا يصير حوادث السيارات. فكانت الجزرة الوسطية هنا وهناك مفتوحة، ودائما فيعبرون يسوون ترافيك لايتات في سبيل الحوادث تصير، فخلت ترافيك لايت في سبيل العبور، الناس في سبيل يعبرون. هناك ذي صفحة يدوسون الدقمة يعبرون أحمر، فالصفحة يبقى أخضر. يعني الموجودة ترافيك لايت أكثر من 8 أعمدة. أي نعم. فهو إذا أرادوا يسوون للعبور عمود واحد، عمود واحد كافي، واحد من الصفحة وواحد من ذي الصفحة. في هاي المنطقة موجودة 8. وفي المكان الآخر أيضا عدد موجود. أي نعم. فالجزرة الوسطية الآن الموضعة تقصد أنه منعت من عبور السيارات اللي يدورون من هنا. ماكو لوفة الا من الجامع الفلكه ومن هنا، والاضويه مشعوله اخضر على طول مشعوله اخضر، يعني لا المواطن يقدر يعبر ولا السياره تقدر تدور. فعلا. عزيزي المشاهد، وهذه لوحات اخرى نشاهدها في شارع 14 رمضان، لوحات ضوئيه مروريه، اعتقد انه كثيره موجوده في هذا الشارع، اضافه لما شاهدته قبل قليل. اعتقد 8 لوحات ايضا، وقبل شوية طلعت 8 لوحات، يعني 16 لوحة لحد الان. بالنسبة لخطوط العبور موجودة، والمواطن على اساس يعبر من هاي الخطوط، لكن ما دامت اللوحة تشير الى اللون الاخضر معناه ان السيارة عليها ان تسير وبسرعة، فكيف يعبر المواطن؟ وهذه المجموعة الثالثة للوحات المرور الضوئية، أيضا 8 لوحات، 16 و8 24 لوحة في مسافة قريبة جدا، وأيضا على أساس أن المواطن يعبر من هذا المكان، لكن الأخضر مشعول على طول، فمن أين يعبر المواطن؟ عزيزي المشاهد، ونحييك من شارع السلام، هذا الشارع الذي نشاهد فيه حركة السيارات حركة سريعة. في هذا الشارع لاحظ معنا عزيزي المشاهد خطوط العبور، موجودة هذه الخطوط لعبور المشاة. الخطوط ترى في النهار، لكن في الليل اعتقد انها او ان المواطن لا يستطيع ان يراها ليلا، وخاصة ان السيارات تسير بشكل سريع جدا. الشيء اللي ما يشبه شيء انه في شارع 14 رمضان شاهدنا وشاهدت عزيزي المشاهد 24 لوحة ضوئية منصوبة في هذا الشارع. وملاحظة نحب نوضحها ايضا، انه لاحظ معنا عزيزي المشاهد السيارات التي تخرج من شارع رئيسي اخر ضمن شارع السلام، ويشكل تقاطعا مع شارع السلام. شارع رئيسي ستشاهده عزيزي المشاهد يتقاطع مع الشارع العام، وفي هذا الشارع حدثت كثير من حوادث الدهس وحوادث الاصطدام. لاحظ عزيزي المشاهد هذه السيارة منين خرجت، من شارع رئيسي لشارع رئيسي عام. عزيزي المشاهد، نحن الآن نسير في الشارع القريب من بناية منظمة العمل العربية باتجاه متجهين إلى شارع النضال. طبعا الشارع كما يبدو لنا شارع جيد ومعتنى به بشكل جيد، وتحت زاوية شيء ما يشبه شيء شاهدنا قبل قليل الترافيك لايت الموجود في شارع 14 رمضان.
وحسب ما أعتقد حسبناهن 24 عمود للترافيك لايت موضوع في شارع 14 رمضان. هاي الأعمدة طبعا وضعت على أساس أنه للمشاة. فكثرة هاي الأعمدة دعتنا للتوجه إلى هذا الشارع. كما قلت الشارع القريب من منظمة العمل العربية. هذا الشارع فيه تقاطع عدة شوارع، يعني 4 تقاطعات، وياما حدثت حوادث في هذه التقاطعات، وسجلات المرور تشهد لهذه الحوادث ومسجلة في سجلات المرور. وكما شاهدت أيضا في الشارع الموجود بالقرب من منظمة العمل العربي هناك تقاطعات 4 بدون إشارات ضوئية. فاللي نقوله وما دام موجود 24 لوحة ضوئية في شارع 14 رمضان، يا حبذا لو يخفف من اللوحات الضوئية الموجودة هناك وتوزع بشكل منتظم، وتجلب بعض هذه اللوحات وتوضع في هذا الشارع أو في الشارع القريب من منظمة العمل العربي، حتى يكون الشيء يشبه شيء. والله هذا حال، هو هذا حال؟ هاي 16 بنطلون انا شو اداوم بالبيجامه فهمني، هو هذا حال بجوابك؟ شو بدها تمطر؟ اذا تمطر شو بس تمطر شلون تمطر يا زهير؟ هو هذا عليك شنو؟ هالمبرد اللي ذبحتنا ذبح، ايش بيها؟ اولا هواها حار يشبه الطير جوي، اثنين ميه غرقت تغرق. المي بعد هذا المي برا من المبرد. لا المبرد يا اخي هذا والله هذا حكي انا شو تسوي لها؟ هذا حكي زهير، بتقول لي شو تسوي لها؟ باوع أنا دقيقة واحدة وهسه أرجع لك. محاملات أنت تشتغلها بين ما أرجع لك أخويا. وين رايح؟ أروح المدير المشتريات أفهمه بالموضوع. المدير المشتري هذا شيء له علاقة بالموضوع. يا أخوي شلون شيء له علاقة؟ هو مو شكل لجنة وطلعت كشف على المبردة وقالوا بتحتاج واتر بم وطوافة. أي صح. لحد الآن كل شيء ماكو. شكله لجنة. نقعد معود أقعد هني يومي أضرب البنطلون وتقول هذا مو حكي، هذا مو حكي لا اسمعني ما يصير ابدا ما يصير. شوف ال 25 طن تخليهم على صفحه. ال 25 طن اللخ ابديهم والوصل خليه المراجعين. انا من اجل زي ما يخالف بسيطه صار سهل. وانا عندي بنطلون بالبيت مع السلامه كل البنطلون غطى كسر، يعني اجي جنبك بالماء. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا استاذ. الله يخليك ترى المفرده مال غرفتنا. ايش بيها؟ مو جديده؟ لا استاذ هي جديده بس شنو صار هواها حار قامت تذب مي. جيت بلغت حضرتك قلت لي راح اشكل لجنه، شكلت لجنه، اللجنه طلعت كشفت على المبرده قالوا بالتقرير مال الكشف قالوا المبرده محتاجه طوافه وتربم، ولحد الان حضرتكم لا اشتريتوا طوافه ولا وتربم. احنا فعلا راح نشتري طوافه وتربم. لا شلون تقبلها انت؟ شلون تقبلها؟ ما اتصور تقبلها. احنا راح نشتري مبردة جديدة. مو هي جديدة؟ ما يخالف والله. أعزائي المشاهدين، زاوية متابعات هي عبارة عما يرد البرنامج من ردود لما يطرحه البرنامج من لقطات ومن صور مرئية. فموضوع فتحات المنهولات الموجودة في الشارع القريب من نادي المشرق والذي عرضه البرنامج بتاريخ 17/8، عن هذا الموضوع وردنا الرد الآتي من مصلحة مجاري بغداد. الرد وصل بتاريخ 19/8/1984 إلى برنامج استراحة الظهيرة. تهدي مصلحة مجاري بغداد أطيب تحياتي. نود أن نشير إلى ما عرض في تلفزيون الجمهورية العراقية ليوم الجمعة الموافق 17/8/1984 لوجود فتحات المنهولات الموجودة بالقرب من نادي المشرق. فقد تم الإيعاز من قبل السيد المدير العام لتنظيف كافة المنهولات وإعادة الأغطية في مكانها الطبيعي، وقد تم معاقبة المقصرين في العمل. طبعا احنا نقول شكرا لهذه المتابعة الجادة، ونأكد ونقول ضمن متابعات البرنامج لما طرحه فقد صورت عدسة البرنامج هذه الصور. يعني أول ما حكينا عن المنهولات وشافون الجماعة وحسب الأصول، وثاني مرة اجوا يوم السبت سووهن. يعني البرنامج طلع يوم الجمعة السبت الصبح اجوا يصلحوا. يوم الجمعة الصبح سووهن كملوهن وتنظيف حسب الأصول. ونشكر
الجهات المختصة. بعد ما طلع البرنامج يوم الجمعة ثاني يوم السبت من الصبح اجوا المسؤولين وصلحوا المنهول بعد ما مضى عليه سنة ونص بدون تصليح. ونحن نشكر المسؤولين والجهات المختصة. ومن مساهمات الأخوة المشاهدين هذه المساهمة التي وصلت من الشاعر الغنائي عزت جاسم الحياوي. يا عيني وانت هواي اغلى من العيون، ما ادري باليوشون منا شي يريدون. صغت النجوم سوار من فدوى الهلا عيون، واحلى عتاب وياك عتاب اللي يحبوه. لا نظرة لا بسمات لا مصافح العين، ويا اللي يعوف بساع هم الحكي فيه. نسمة فرح ملقاج، نسمة فرح ملقاج، ما أقول أنا أكثر. كل عرس بي كيف وكل حلم أخضر. كلب أسد. كلب أسد. كلب. سمعنا وسمعنا الكثير عن الحملة التي جرت لإبادة الكلاب السائبة. فرح الجميع لهذه الحملة، لكن ووراء هذه اللكن ألم شديد. فالألم مصدره أن الكلاب السائبة لا تزال كما هي، وفي الكثير من المناطق والأحياء. وياما قامت هذه الكلاب بالتعرض إلى الأطفال والمواطنين. ولا يخفى على الجهات الصحية ما هي الأخطار الجسيمة التي تسببها عضة الكلب أو الكلب نفسه. وما يخيف أن هناك كلابا مخيفة فعلا. فالمطلوب وبسرعة وبجدية القضاء عليها. فلا أبالغ إذا قلت أن الكلب كالأسد، وهو خطر جسيم لا بد من القضاء عليه عاجلا أو آجلا. صيدك يا بني صباح الخير أستاذ. أهلا، تفضل. تفضل. تعال باكر حبيبي، ما تشوف المعاملات مقدسة قدامي؟ العفو أستاذ. أرجوك قلت لك تعال باكر، بعد معاملات ما نستلم العدنا يلا نلحق عليه. أستاذ ممكن تفهمني؟ أرجوك أنت افهمني، قلت لك تعال باكر يعني باكر. أستاذ ممكن تشوف ايش عندي وبعدين تتفضل تحكي؟ هذا كارت دزه أستاذ لؤي. راح يتزوج؟ نعم. هي بالخير، سلم لي عليه وقول له باكر انا يمه. اخ حسين نعمة، اويلي حميد منصور، اويلي صلاح عبد الغفور، حبيب انساني وانا انسان. خيام التديرة ونايل كتني نايل وخربط احوالي. انا المسألة صابر عضلة ضلوعي. كسرتك يا حبيبي لكن مو بدلع، كلها مني. ليش كلها مني؟ كل السبب مني. انا شعلي. شلون شعليك؟ انت مو قلتي لي بدو شريط في هذا العواد وحطوا شريط سعدون جابر؟ اي انا ردت اسمع شريط سعدون جابر، انت اصريت قلت الا شريط فاضل. وينه؟ سلامات حبيب العمر، صديق الطفولة. ايدي ترى من الألم دا اشوفكم 2 في 6. ألف مرة قايل لك قبل ما تطلع شيك السيارة لك. ما تسمع كلام أبد. وعيونك كل شي مشيك. إيه بعد
ما تقول لي شلون صارت الحادث؟ شلون صارت؟ كنت انا والمدام بالسيارة. يا مدام هاي طق التاير؟ لا ما طق التاير. فلت البريك؟ ولا البريك. قام الكلاتش؟ ولا الكلاتش. إيه لا تفهمني شنو السبب؟ السبب كله من المطرب. حلو. المطرب ده ينكد ملفلف وينكد. يلا وعيونك ما نكد، كل السبب من المطرب. انت راح تخبرني ما تفهمني شنو المطرب؟ ما تفهمني؟ يابا كنت حاط بالمسجل مال السيارة شريط مال فاضل عواد. زين. حضرت المدام اصرت قالت لي شيل شريط فاضل عواد وحط سعد بن جابر، اريد اسمع سعد بن جابر. يابا مو يغني فاضل. قالت لا الا سعد بن جابر. انا هم سمعت كلامها، مديت ايدي شلت شريط فاضل عواد وحطيت شريط سعد بن جابر. اول ما صاح سعد بن جابر يا طيور الطايرة احنا طرنا. ترى راح تخبر. شلون طرتوا؟ التهيت بالشريط ما اشوف نفسي الا السيارة طارت على الرصيف وشبقت لك العمود شبقة محترمة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. بس تريد الصدق الصوت منك. المفروض لا التهب تبديل شريط ولا بغير شيء. ابى اروح قدامي بس. هيا. كله من شريط سعد بن جابر الا يشتكي عليه. خيام سمعتي؟ حبيبي أنا آسفة، من أوهادي أسمع كلامك، ما أسمع شريط سعد بن جابر، أسمع شريط يا خبر. أنا وأنت يا سمرة تحت بالليل أمرة، أنا وأنت يا سمرة. نقطة ضوء على مستشفى الأطفال في باب المعظم. انتقلت مستشفى الأطفال التي كانت في باب المعظم قرب إزالة الماء سابقا إلى مكان جديد وإلى بناية حديثة وجديدة. المطلوب هنا المستشفى الجديدة تقع في الشارع الخلفي للطب العدلي، مما يتعذر على المواطنين الوصول إلى المستشفى بسهولة. إذا توفير حافلة تصل إلى البناية الجديدة مسألة ضرورية جدا، لأن المسافة من الشارع العام إلى المستشفى سيرا على الأقدام صعب. نرجو النظر في الموضوع مع خالص تحياتنا، خاصة أن المراجعين أو أكثر المراجعين هم مرضى من الأطفال. هل صحيح أن المرافق السياحية في منطقة عقرقوف مهملة جدا؟ هل صحيح؟ وهل صحيح أن النواقص في الخدمات الموجودة في عمارات زيونة سيكتمل العمل بها؟ هل صحيح؟ هل صحيح أن مواقف وقوف السيارات في العمارات السكنية سيكتمل العمل بها؟ هل صحيح؟ هل صحيح أن تنوير بعض المناطق السكنية راح يبقى نص نص؟ هل صحيح؟ هل صحيح أن الأخوة في المرافق السياحية سمعوا نداء البرنامج حول الاهتمام بالمرافق السياحية في منطقة بحيرة ساوة؟ الحال على حاله. هل صحيح أن شركة المخازن العراقية فرع ديالة تفرض بيع بضاعة مع البضاعة المطلوب شرائها؟ هاي كنا نسمع بيها في بيع الخضروات. لا 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 هاي ما اسمح لك. شكو؟ لا انا ادفع الحساب وطلع ايدك من جيبك وكافي عاد. عزلي وش تدفع الحساب؟ انا ادفع الحساب طبعا، لازم ادفع الحساب. شلون تقبلها؟ اقبلها ونص. ليش ما اقبلها؟ ايش ماله يقول اقبلها؟ بالله انت مسألة نفسك وقلت انا دا ارتكب جريمة بحق صديقي. هو انا اللي دا ارتكب جريمة؟ لو انت اللي دا ترتكب جريمة. لا زهير لا لا لا، ترى طول عمرك بعد ما تشوفني اذا تدفع الحساب. ارجوك ابو جاسم ارجوك لا اترجاك انا ادفع. لا انا ادفع الحساب. لا ارجوك زهير ما يصير. انا افك ما يصير. على كيفكم صاير اختلاف. طبعا اكو اختلاف، اكو سوء تصرف مو بس اختلاف. اخوان على كيفكم ما تفهموني ايش عندكم؟ عندنا مشكلة. شنو المشكلة يا ستار؟ هو مصر يريد يدفع وانا مصر اريد ادفع، لكن وعيوني ما حد يدفع الحساب غيري. يابا وعيونك وعيوني ما حد يدفع الحساب. وارجوك جريدك. لا طلع ايدك طلع ايدك من جد. شو تقبل هي يدفع الحساب؟ شو ما يصير ما يصير. ارجوك لا اخوان بس على كيفكم عندي حل. شنو هو الحل؟ بس ارجوكم توافقوني عليه. شنو هو الحل؟ نسوي قرعة. شلون يعني قرعة؟
نلعب طره وكتبه. ايه اذا طلعت طره انت تدفع الحساب، إيه؟ واذا كتبه انت تدفع الحساب. موافقين؟ موافقين. يلا يلا كيفكم؟ يلا يا رب طره. يلا. وقفة قاس. يعني شنو؟ يعني اثنين لما ندفع في مال الله. استاهل انا بالقرعه. ملاحظات. ملاحظات. الصديق قاسم حسن من حي الربيع في 7 أبكار يقول: في شارع 51 حي الربيع 7 أبكار نلاحظ الآتي: كثرة وقوف السيارات على جانبي الطريق مما يسبب الازدحام الشديد. رمي النفايات في نهاية فروع الشارع مما يؤدي إلى رسم صورة غير مستحبة. يقوم أصحاب المحلات الموجودة في هذا الشارع بوضع بضاعتهم على الرصيف مما يضطر المواطن إلى السير في الشارع تاركا الرصيف، وهذا قد يعرضه للخطر الأكيد. شنو رأيك محمد؟ حلو، المواطن يمشي بالشارع ويعوف الرصيف، احتمال بعد كم يوم السيارات تعوف الشارع وتمشي على الرصيف. حدث وياي. جاء أحد الأخوان الموظفين في إحدى الجمعيات التعاونية إلى الساكنين في العمارات السكنية في زيونة لاستلام أجور الخدمات التي تقدمها الجمعية التعاونية في تلك المنطقة. رحبوا به، استلم الأخ الموظف الأجور وذهب مودعا بالسلام. وبعد فترة وجيزة حضر موظف آخر غير الأول وطالب الساكنين في العمارات بأجور الخدمات، فقالوا له: يابا مو احنا دفعنا الأجور لأحد الأخوان قبلك. ها شو ما قالوا لي؟ يعني كم مرة ندفع الأجور؟ كم مرة؟ يابا اليوم زيان لأخوك زيان تاريخي. تاريخي شلون ابو جاسم؟ يعني راح أدخل التاريخ من أوسع علبة بوترة. بوترة؟ اي طبعا يابا، أنا يسموني أبو خلق الضيق، ما مطول خلق على واحد مثل شعر أخوك. يعني أنا الشعر السرح يعجبني، لذلك راح أسوي شعره مثل ما تقول المطربة شادية. شو تقول؟ تقول: يا حلاق اعمل لي طرة. طرة؟ نعم يابا، انت يمن جيت يمن ابو الايادي الساحرة، ابو الانامل اللطيفة. يابا جيت ويا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي. منطلق اليوم ابو جاسم، منطلق. كيف لا وانا كل نشاط وانا كل حيل. يا اخي انا الشعر السرح يريحني، لذلك اتعب نفسي عليه. صح يابا شوفه شلون طلع لوز. تسلم لوز يابا، بقعد بس منا شويه، اسمح لي شويه دليل. يعتني بيه. شوفه مساب النار بقعد. انت شايف هيك قصه؟ نظري. ليش يابا؟ العفو شويه. راسي. يابا جيب 5 دنانير. يفوق ما تريد 5 دنانير. مو انت ما سامع ابو المثل شو يقول؟ شوف العلبه واخذ الصفع. قتلوني يا ابويا قتلوني يا ابويا قتلوني. في يوم، في شهر، في ساعة، في يوم 19/8 وبالضبط الساعة 4 عصرا، شفت سيارة دخلت إلى إحدى محطات تعبئة البنزين. نزل من السيارة طفل ما يتجاوز عمره 8 سنين، فتح سدادة البنزين وتناول خرطوم البنزين وبدأ يملي السيارة بالبنزين. طبعا يملي شوية والشوية اللخ على هدومه إلى أن هدومه تنقعت بالبنزين. طبعا يا عيني الوالد كان فرحان لهاي الحالة، على أساس الولد بدأ يعتمد على نفسه. بتاريخ 23/8 في الساعة 7:05 وعلى طريق بابل القادسية وعلى مسافة 6 كيلومتر عن مدينة الديوانية، كانت السيارات التي تحمل الأرقام التالية: 781 قادسية، 5959 قادسية، 1853 قادسية، 2910 قادسية. أعيد الأرقام مرة ثانية للإخوان في شرطة المرور: 781 قادسية، 5959 قادسية، 1853 قادسية، 2910 قادسية. كانت هاي السيارات تلعب بالشارع لعب وسادين الطريق العام واللي هو الطريق الخارجي. طبعا هاي السيارات كان عندهم عرس، ألف مبروك للعريس وألف مبروك للعروس.
لكن هل يجوز أن يمشي الواحد وراهم مسافة 6 كيلومتر وعلى مزاجهم؟ تدرون ليش على مزاجهم؟ لأن هم كانوا يمشون زقزاق وسادين الطريق العام. وهل يجوز للراكبين في السيارات يطلعون 3/4 أجسامهم على أساس عرس؟ وهل يجوز رمي القناني الفارغة في الشارع العام؟ نكرر ونقول ألف مبروك. بتاريخ 24/8 وبالضبط الساعة 8 مساء، وفي محطة تعبئة البنزين في الحلة الطريق الخارجي، شفت سيارة ضربت السرة وأخذ سائق البنزين دون مراعاة للآخرين. ولما سأل أحد الإخوان وقال له ليش تسوي هيك؟ قال الأخ السائق والله مستعجل، وتفاهمت ويا عامل المحطة. شكرا يا مستعجل. تاذيني يا ولفي ليش تاذيني، رقق صوب يا هواي بالقلب. الله ابو رعاد. هلا ابو فرقد، شلونك يا عيوني؟ هلا حبيبي. تدري هاي ثالث مرة بهاليوم تغسل سيارتك؟ نظافة اخويا. صحيح ابو رعد النظافة مريودة، بس دماغ سويت بالشارع. مو عندك ببيتكم جراج يعني الا هنا تغسلها؟ تنشف. تاذيني يا ولفي ليش تاذيني. معي تفضل. الله يساعدك. هلا اخوي. هلا. وهي قائمة المي. تفضل. مي؟ اي. بسم الله. صايرة دايرة هاي ابو فرقد، ما صايرة، ما ممكن. خيرك ابو رعد شكو؟ يا اخي جابوا لي قائمة من المي. لازم يجيبوا لك قائمة. مو هاي الحكاية جابوا لي مثبتي لي بالقائمة مال المي مصرف هالشهر 16 دينار. انا متأكد اكو غلط بالميزانية، لازم اراجعهم. يعني ميزانيتكم بيها غلط؟ طبعا، وعيونك احنا اصلا ما نصرف هواية مي. لا صحيح، ابدا ما تصرفون هواية. يعجبني المريض اللي يلتزم بتعليمات الطبيب. وما يعجبني المريض اللي أول ما يشوف نفسه صار زين يقول ها هي صرت كل زين ما راح أكمل الدواء. يعجبني الطفل اللي معلمي أهله ينام من وقت. وما يعجبني الطفل اللي يظل سهران وما ينام إلا لما الديك يعوعي. يعجبني العناية بالنخيل. وما يعجبني الإهمال اللي يصيب الكثير من النخيل. تعجبني الخدمات الجيدة اللي يقدمها العاملون في المنشأة العامة لنقل الركاب. وما يعجبني من أشوف حافلة وانتم تعرفون ايش كبرها الحافلة، ما يعجبني أشوفها واقفة سايد ثاني بحيث الحافلة تجي وتوقف وتروح وما حد يشوفها. يعجبني المواطن اللي ينزل من الحافلة بالمناطق المخصصة للنزول. وما يعجبني من أشوف بعض الإخوة المواطنين يصرون ويلحون على النزول في مناطق غير مخصصة للنزول بحيث يعرضون نفسهم للخطر. تعجبني الساحات اللي بيها أضوية مرورية. أول ما ينقطع منها التيار الكهربائي نشوف رجال المرور تنظم السير بشكل منتظم. وما تعجبني بعض الساحات اللي بيها أضوية مرورية أول ما ينقطع عنها التيار الكهربائي ما تلقى ولا شرطي مرور في هذه الساحات بحيث الازدحام يصير أكبر من كلمة ازدحام. يعجبني من أشوف السيارات تلتزم بإشارات المرور. وما يعجبني من أشوف بعض السيارات توقف على خطوط العبور من تكون الإشارة حمراء بحيث المواطن ما يقدر يعبر إلا بواسطة الطفر العريض للسيارات. يعجبني عامل المطعم النظيف والأنيق.
وما يعجبني العامل اللي ما تقدر تشوف لون هدومه. صح يا جمولة. أردت أقول بأن الحياة الزوجية يجب أن تبنى على مفاهيم وعلى التعاون والتفاهم. لذلك أنا وأنتي آسف لهذا التعبير، خان للتعبير، يفترض تكونين أنتي بالمقدمة. فيعني حقا أريد أقول يعني أنتي وأني يجب أن تبنى حياتنا الزوجية على هذه المفاهيم وعلى هذه الأسس. هي الحياة الزوجية. والله قتلتني بحكيك هذا. أهلا عمي، أهلا وسهلا. شلونك عمي؟ شلوني؟ يعني شلون تريد يكون لوني؟ صبرا عمي صبرا. ابني مو الناس سووني سينما. سينما؟ زين هسه يا فيلم بدها تعرض. من الله تخاف الله. بتنكد حضرتك؟ صوتي عمي انت ليش تتنرفز دائما؟ ابني مو العالم اكلت راسي. باتشا. بس ماكو خطبه بالعالم تطول 8 سنين. عمي اسمح لي اقول لك الزمن لا يقاس بالسنين. لا قديش يقاس بالمتر؟ يا عمي دينك دمه خفيف. ابني 8 سنين الخطبه مطوله. الناس بحكيها ذبحتني ذبح. عمي اسمح لي اقول لك يفترض يعني انت ما تسمع كلام الناس. بعض الناس همهم الوحيد يحكون على هذا وعلى ذاك. فش عليك من الناس وش على الناس منك. بابا اذا تسمح لي. ما اسمح لك بس 8 سنين خطبه. مو اختك الاصغر منك الزوجة وابنها راح المدرسه. عمي هناك حكمة من تمديد فترة الخطوبة كل هاي المدة. ما تفهمني شنو هاي الحكمة؟ الحكمة هي أن أدرس عمل زين وهي تدرسني أزين. ابني اللي يدرسوا كلية 4 سنين واللي ياخذ ماجستير هاي سنتين صار 6 سنين. ما تقول لي صار لك 8 سنين في تاخذ فيها دكتوراه؟ عمي إن شاء الله كل شيء راح يجرى لك وعن قريب. بابا محمد يقصد. شوف ذا اقول لك فك عينك زين. اللي مصبرني عليك شيء واحد. شنو هو عمي؟ انه انت ابن اخويا. زين عمي لو كنت ابن اختك شو اسوي؟ اقوم اروح قبل ما اسوي قدر. صوتي شو عمي صار عصبي؟ ايه حقه يا محمد. اي هم صدق حق. زين يلا قومي لعاد. نقطع مهار؟ لا ندرس بعض اكثر. اي خاله. اي ولادي فبدر الزمان كانت تحب حب للشاطر حسن حب فظيع. اي الشاطر حسن سافر مرت اللوخ. ايه سافر لولاية بعيدة. اقوم اشوف منه بالباب. هلا عم محمد. شلونك وليد؟ هلا فيك. شلون صحتك؟ هلا شلونك متجوز؟ زين نجحت. اي بالخير يا وليدي بالخير. عسى الله انا القاعده هنا. الله يقويك. هذا شلونك؟ هلا ابو فجاد. شلونك عمري؟ شلونك ابو اروح اصيح لك جدي. اصيح لك جدي. اي صيحه ولادي بطريقك صح ابويا. اي يا الله. شلونك ابو فجاد؟ والله على الله. المشوار من القهوة للبيت نشف الريق في القهوة مطروني ما يعطيني قلاص مي في الروح. الجقاية في الكتمة هذيك كتلتني كتلة الجقاية. والله كبرنا يا ابو جاسر. عباليك العمر يركض. يما اسم الله عليك. اسم الله حياتي. اسم الله عليك. مجنوني يا جوز على كيف تدقين على ظهري. اسم الله عليك حياتي. اسم الله عليك. ذاك اللي يقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمته فإلى أين يسعى من يغص بالماء؟ يسعى إلى حب. لا يسعى إلى حنان. كبرنا على الحديث مرة. ولا طير يبقى افتهمتوا ولا طير يبقى من بيت. روح جيب لي كيس التتر.
سموه الطبيب منعك من التدخين يا يابا. الطبيب منعك. تعالوا جربك لي يوقع. لا على كيف. هاي عمو محمد قاعد قبالك. منو؟ ابن عمي محمد قاعد قبالك. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ يقول لك شلون صحتك؟ زين. روح جيب لي ستتين لا تنسى. زين. وش كنت انا غير هالتسليم؟ محمد. بلا عمي. محمد. ايه. سويت على الموضوع. يا موضوع عمي. يا موضوع. هاي تفهمنا عليه. والله انا اقول عمي يعني لا تستعجل. شلون؟ لا تستعجل. اولادي. مالي. انت ما سامع خير البر عاجله. يعني انت هيك تشوف. اي طبعا. زين يابا يعني وافقت. شنو؟ وافقت. على وين توافقت؟ وافقت اقطع مهر على امل بعد سنه. كلهم وقولوا لهم الظهرية خلصت. ايه وش تقصد؟ اقصد يعني البرنامج خلص. يعني محمد يعني نقول لك عزيزي المشاهد حتى نلتقي في ظهرية قادمة نقول لكم مع ألف سلامة.